وشلونك؟ الله يطول عمرك، عساك طيب، شلون صحتك؟ عساك بخير، سلامك، الله يحييك، طول عمرك. الله حياكم الله. احنا تحت امرك. العلم الطيب اللي انتم مسوينه اقتداء به، يقتدون به الطيبين كلهم. جزاك الله خير. ما فرج على مسلم فرج الله عليه شيء من الدنيا وكربات الدنيا. جزاك الله. الله يرحم والديك، طول عمرك، يرحم والديك. يلا حي. الله يبقيك، شلونك طال عمرك؟ خير. بارك في ابوي. ما عساك طيب. جزاك الله جزاه الله خير. يلا حيهم. السلام عليكم. الشيخ في وطن جعل الله فيه الأمن أساس البناء والإنسان محور التنمية، والحمد لله. الزمان في زمن رؤية الخير، وعرابها أمير الخير وقائد بلاد الخير، في زمن نهضة تعكس اتساع دائرة العطاء وترسخ التراحم في هذا الوطن العظيم، والفضل لله. المناسبة تراحم، وهي صفة هذا الشعب وخلق هذه القيادة، قيمة رسخها الإسلام في القلوب قبل الأنظمة، فصار التراحم في وطننا سلوك مجتمع ونهج دولة ورسالة حضارة. أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ليلة تراحم، أهلا بكم في حفل صندوق تراحم الوقفي برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. مستدامة لصناعة أثر ممتد، أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تراحم صندوق تراحم الوقفي، والذي يهدف إلى تأسيس نموذج استثماري مستدام يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن ومتكامل وشامل، من خلال دعم السجناء المفرج عنهم وأسرهم وتمكينهم اقتصاديا عبر تحويل المساهمات إلى أصول استثمارية دائمة تحقق عوائد مستمرة، تمول برنامج الإصلاح والتأهيل لإعادة الأمل لهم ومساعدتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع وتحسين وصولهم لفرص عمل مستدامة، ويهدف أيضا إلى تطوير وتأهيل مختصي الرعاية اللاحقة ورفع الكفاءة الفنية وتطوير برامج مبتكرة وفاعلة، ودعم المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الرعاية اللاحقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعات من خلال تكامل الجهود وتوحيد الموارد والخبرات. سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد الشبراني. وبلغت مجاميع الدعوم المقدمة لهذه الأسر أكثر من 153 مليون ريال خلال العامين 2023 و2024. كنت مثل أي شخص عادي،